من ضمن برضو الحالات بتاعتنا اللي قابلناها وتعتبر فعلا قصه عبور، ودي كانت من الحالات اللي انا كنت بصراحه كنت قريبه مني جدا وكنت بعزها جدا. ست كبيره عندها 53 سنه. الست دي كان عندها ابنها داون، عنده متلازمه داون. كان عندها ورم في الثدي، وكان الورم منتشر، باعت في العظام وباعت في الكبد، وكان نشاطه في الثدي كان عالي، كانت انفلاماتوري. فدي من الحاجات اللي انت بالنسبه لنا بتبقى انت قلقان وانت بتعالجها. انا ما انساش جات لي اول يوم قالت لي بص انا عايزه اخف. انا كنت بتكلم ان احنا هناخد وهنعمل وهنخلي المسؤول اللي انت عايزه. انا عايزه اخف، مش عشان عايزه اخف لنفسي، عشان انا عندي ابن عنده داون وانا المسؤوله عن رعايته. انا ما نسيتش الجمله دي ابدا. قلت لها طب هنحط ايدينا في ايدين بعض كده، وكان معانا زوجها وحاولنا على قد ما قدرنا. وعايز اقول لكم رغبتها ودعائها وايمانها ويقينها انها تبقى كويسه كان غير عادي. عايز اقول لكم الست وصلت لاستجابه كامله، والمسح الذري اكد الكلام ده، وهي بتتابع معايا دلوقتي بقى لها 3 سنين على الاستجابه الكامله. قد كده كانت حريصه انها تبقى كويسه عشان ابنها. هي دي النقطه، لازم تبقى عندك الرغبه، عندك الايمان، عندك اليقين، وتاخد بالعلم.